ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما دايما تكونوا بخير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا. المره دي بقى مش تقصير مني والله اني ما نزلتش فيديوهات الفتره اللي فاتت. كل الحكايه ان النت كان مقطوع عندي لمده 4 ايام تقريبا. كان فيه مشكله في الخطوط او حاجه زي كده. كان النت مقطوع عامه. بعتولي رساله قالوا لي ان في تصليحات في النت والنت هيتقطع لمده 3 ايام. فهو النت عامة لسه جاي امبارح، وشفته بقى زي ما يكون ايه، النور كان مقطوع علينا، المية والنور مقطوعين علينا، الهوا مفيش هوا. العيال مقضيين ال3 ايام كأن في حزن رهيب ومفيش معنى كده، مش عارفة ليه. ما صدقوا يا عيني اول ما لقوا بقى التليفون جت فيه الحرارة وان في نت. في فرحة ولا فرحة العيد. النت جه يا ماما، النت جه يا ماما. فما صدقنا ان النت جه، لسه جاي امبارح. وانا كنت مصوره بصراحه الفيديو ده قبليها، وان قطعه النت دي خلتني كسلت كده بصراحه اني اصور اي فيديوهات. فنزلت لكم بقى الفيديو ده. يا رب يعجبكم وينال اعجابكم. هنسمي الله ونصلي على رسول الله ونبدأ الأول بالفيديو بتاعنا. وعلشان أنا ما بفطرش بدري عامة، بصحى أخد الحبوب بتاعتي، بقعد بعديها فترة، فأنا ما بصحاش من النوم إن أنا أفطر. فأستنى الولاد لما بيجوا من المدرسة وأعمل بقى معاهم سندوتشات كده، أو أعمل معاهم الفطار نفطر كلنا سوا. فطبعا هما بيبقى فيه بقى دروس، فطبعا السندوتشات دي بتبقى نافعاهم جدا. بحطها لهم تاني في اللانش بوكس لأن بيبقى فيه دروس ورا بعضها، فبيبقى اليوم طويل وبيبقى عندهم كذا درس ورا بعض. فبعمل لهم سندوتشات تاني وهم رايحين الدرس، ياكلوها بقى كده بين الوجبه والوجبه. عامه هو سيف اللي بياخد بس دروس بره، انا بقيه الولاد بياخدوا هنا في البيت. فهو علشان بياخد دروس بره فبيبقى مقضي اليوم كله. ممكن مثلا ينزل من الساعة 2، بيجي على الساعة مثلا 7. فلا الوقت ده كله ما بيبقاش مش عايزاه ياكل حاجة من بره، يجيب اي حاجة فبعمل له سندوتشات. فقلت بقى نعمل فطار. عملت لي كوباية شاي انا وسيوفة كده وقلنا نفطر. بعد ما خلصت الفطار رحت بقى مشغله الغساله. قلت كان عندي شويه لبس كده، وكان عندي كمان شويه مفارش بتاعه الانتريك ما كنتش غسلتها. فقلت لا، يلا بينا بقى ناخد الغسيل كده ونغسلهم. اخدتهم ورا بعض ونشرت على طول علشان ما كسلش زي ما انتوا شايفين. والمفارش دي حاجه بسيطه كده حطيتهم برضو هنا. قلت علشان الجو حلو كده والشمس لسه طالعه، فقلنا لا نتنشط كده بقى ونشتغل. سمينا الله بقى. وبعد ما خلصت الغسيل دخلت على الحمام ومليت بقى الجردل بتاعي ده. حطيت ميه وكلوركس الوان. حطيت ده زي مطهر كده زي الديتول، حلو قوي. حطيت منه شويه. بيلمع الارض وكمان بيدي ريحه حلوه جدا وبتبقى ريحه نظافه. دخلت على اوضه الاولاد. انا كنت مرتباها الصبح. انا فرشه الملايات دي من امبارح، بس كنت بقى عامه انا شايله كل السجاد من على الارض لان السجاد بيتغسل. فقلت لا، طبعا ما بسيبش الارض كده، لازم المعها كل يوم علشان تبقى نظيفه. عامه طول ما في سجاد يعني بيبقى النظافه، المكان بيبقى نظيف اكتر من لما انت تبقي سايباه على الارض كده. بيبقى فيه اتربه، الاولاد بيشربوا بينزل حاجه على الارض، بيبقى فيه تراب. يعني انتوا شايفين تشوفوا الارض تقولوا ان هي نظيفه مجرد ما كنستها، بس في بقع مش باينه، في تراب. لا اخدته كده بقى بالشرشوبه الجديده دي. انا فرحانه بيها قوي بصراحه، حلوه جدا. احسن من الشرشوبه العاديه بتلملي الشعر، لكن دي جميله لا بتلم شعر ولا اي حاجه، وتدي لمعه كده على البلاط تحس ان هو بيلمع. فدايما كده حتى لو انا شايله البلاط بفضل كل يوم حتى لو البلاط نضيف احط شويه كلور الوان وانضف كده الارض يوميا علشان احس بالنظافه واحس ان الارض بتلمع. زي ما انتوا شايفين البلاط لونه ابيض كده فما يصفرش معايا، فيبقى بيلمع كده، واحس ان انا حتى كمان المكان اللي انا قاعده فيه نظيف وزي الفل. ما نضفتش معاكم الاوضه لان انا صحيت من النوم لقيت الكارت بتاع الكهرباء كان فصل. فطبعا علشان اروح المحل اللي بيفتح على الساعه مثلا 11، اني استنى الوقت ده كله لغايه ما النور يجي واصور معاكم، قلت الوقت ده هيضيع مني كله. فنضفت الاوضه، قلت اخليها بقى على بس المسح لغايه ما النور يجي.
خلصت بقى الاوضه بتاعه الولاد ودخلت معاكم على الطرقه. دي اوضه نومي اللي مقفوله دي، وخدت كده المكنسه انا بحطها دايما في المكان ده. فبرضو نضفت كده، قلت ايه خلاص لما طلعت من الاوضه بقى ندخل ايه على الطرقه. نفس النظام زي ما انتم شايفين كده، كل مره اطلع من الاوض كده على الطرقه. وخدت كمان الاول بقى البلاط اللي باين من المطبخ. إيه هحط الجردل في الحمام كده، وهكمل الاوضه كلها، إيه عفوا الطرقه كلها. تحس كده بقى في ريحة كده نظافة، والواحد تبقى المكان نظيف على طول على طول. إيه مش علشان انا شايلة السجاد بقى اسيب الدنيا تبوظ كده، لا. بعد ما خلصت بقى زي ما انتوا شايفين دخلت على المطبخ. المطبخ زي ما انتوا شايفين كده، المطبخ مفيهوش كركبة كتير، هو بس شوية الاطباق اللي في الحوض والحاجات اللي كانت على الرخامة. طبعا من السكر بقى الاولاد لما بييجوا يعملوا شاي بيبقوا مثلا في سكر بيقع منهم، ساعات بيعمل ايه على الرخامه كده حاجات بتلزق بسيط. فانا قلت لا اخدها بقى وادعكها كده بدل ما امسح بس بالفوطه، يبقى ايه كمان ايه تبقى حلوه قوي. انا عارفه ان انا حاطه اللي هو الورق بتاع انا لازقه الرخامه، بس برضو مش علشان ان انا لازقه كده امسحها، لا بنضفها برضو. ولما بلاقي اللزق ده اللي على الرخامه اتخرم مني او اي حاجه بضطر ان انا اغيره، لان انا ما بحبش، لان اي بقى قطع بيبقى فيه بيدخل ميه تحت الرخامه، بتبقى عامله ريحه مش حلوه مش لطيفه، انا ما بحبهاش. فلا تبقى الدنيا نظيفه كده ورايقه حوالينا، ويبقى المطبخ ايه ريحته نظيفه وحلو. فهي زي الفل، هي نوعيتها حلوه قوي، كأنك بالظبط حتى رخامة كلاسيك كده، ما تحسسكيش ان هي لازقة على الرخام. ظبطت حطيت الكاتل بقى ومسحت كل حاجتي كده، وخليت زي ما انتوا شايفينها بتبرق وريحتها حلوة بقى كده، ما انا بحط ايه معطر كده، واخلي الدنيا زي الفل. كمان البوتاجاز عامة ده مش تنظيف عميق، دي التنظيفات اليومية اللي انا بعملها، اللي انا بصحى كده اقوم ارتب سريري، امسك الارض المعها زي ما انتوا شايفين، امسح السراحات، ده اللي بعمله في اوضة نومي. بعد كده بدخل اوضة الاولاد ارتب السراير، برضو امسح المكتب، اخلي كل حاجة رايقة. ان شاء الله هجيب تربو كده صغير، مثلا 3 ادراج او 4، هحطه تحت المكتب علشان احط لهم فيهم كل الكتب بتاعتهم، كل واحد يبقى ليه درج خاص بيه كده في الكتب وحاجتهم كلها. انا حاطه برضو حاجات في الكومودينو، بس لا برضو هحط لهم حاجتهم برضو ايه يبقى تحت المكتب كده، لما يجوا يذاكروا يبقى كل واحد عارف الدرج بتاعه. فكل دي تنظيفات يوميه. امسح الارض عامه، مسحت كمان الارض اللي في الصاله، اوضه الانتريه، لما بمسح بقى بمسح كله علشان تبقى الدنيا ريحتها حلوه قوي، اشغل بخور. ده كل ده اللي انا بعمله عامه في اليوم كله. فمسحت البوتاجاز هنا مسح يا دوب لمعته كده وخليته زي الفل. جيت كمان على هنا بقى الحوض، كان عندي شويه غسيل شويه صغيرين، فقلت اغسلهم بالمره. عامه انك ايدك تبقى في الحاجه كده يوميا بتريحك، وبتريح كمان طول النهار، ما تبقيش وراكي اي حاجه. انا من الناس اللي كنت طول النهار بنظف طول النهار، كنت احس ان انا ما نظفتش. انضف الاوضه دي الاولاد ينكتوها معايا، انضف هنا الصاله يبهدلوا الدنيا، هنا يبهدلوا الدنيا، كنت احس كده ان اخر النهار ان انا ما عملتش حاجه طول اليوم. فهو عامه من دايما السؤال اللي انا حد يساله لي، ازاي لما بندخل عند ناس بنلاقيهم رايقين كده وبيوتهم نظيفه؟ ده السر اللي عرفته بعد كده وبقيت ماشيه عليه. السر ان بيتك يبقى نظيف على طول انك تنضفي بالليل مش الصبح. ادي لنفسك وقت ساعة بس بالليل، انك تروحي كده على الريسبشن تنضفي الانتريه بالمكنسة او بالمقشة، تكنسي السجاد بتاعك، لو في حاجة في الارض في البلاط اللي بيبقى باين عايز يتمسح تمسحي الاتربة كلها. تنضفي التنظيفة دي، ادي لنفسك ساعة بس قبل ما تنامي كده في الروقان. وادخلي مطبخك، خلاص شطبي الحوض، امسكي لمعي المطبخ نضفيه، كل حاجة فيه هتبقى زي الفل. ما تسيبيش حاجة مثلا تقولي اعملها الصبح، هتنامي بقى وتقومي تلاقي الدنيا عندك زي الفل، مش محتاجة تقومي تعملي اي حاجة. هترتبي بقى الصبح هتعملي طبيخ ايه النهارده، هتطلعي الحاجات اللي هتطبخيها، هيبقى خلاص اليوم عندك طويل كده والحاجة عندك نظيفة. الولاد بقى ينكتم يبهدلهم، هتلاقي لغاية اخر النهار الدنيا عندك برضو ايه مترتبة. يشيلوا مثلا ايه تشيلي حاجة هم بيعملوها، بس عندك وقت، عندك وقت تقعدي فيه ترتبي الدروس تذاكري لهم، عندك وقت بالنهار كده لغاية ما يجي بالليل بقى وتبدأي ان انت ترتبي تاني كل حاجة.
تصحي من النوم على الاقل تلاقي الدنيا حواليك نظيفه. دي كفايه بس كده ان انت تصحي من النوم، تصحي بس كده تعملي الفطار والدنيا رايقه ونظيفه. ساعتها بقى لما بتصحي بتلاقي اي حاجه، مثلا اللي رمى ورقه بتشيليها، مثلا طبق اتوسخ بتغسليه، انت صاحيه لاقيه الدنيا زي الفل مش عايزه تكركبيها. فده سر البيوت اللي بتروحي تلاقيها نظيفه على طول وريحتهم حلوه ومتبخره كده وريحتها حلوه. محدش بينظف بالنهار، الهري بتاع النهار ده تعب على الفاضي والله. انا بلاقيه كده، مع ان بيبقى الواحد مضطر ان هو بقى في التنظيفات العميقة ياخد من اول اليوم. ساعات بتبقي تعبانة بالليل مش قادرة فبتسيبي كل حاجة للصبح. فخلاص لا، التنظيفات بالليل قبل ما تنامي بساعة كده تقومي بقى للروقان، قايمة بس تودي العيال المدرسة. راحوا المدرسة الدنيا فل عندك، تفطري تعملي لك كوباية شاي تقعدي شوية. ده بيريحك بقى كتير. فده سر برضو من الاسرار اللي بيوتنا بتبقى ايه نظيفه، والبيوت اللي بتبقى رايقه. هقولك كمان ان شاء الله في فيديو كده هعمله، واقولك فيه كمان إيه، يمكن 10 نصايح كده تتبعيها باذن الله، او مش 10 نصايح، حاجات انا عملتها فرقت معايا كتير قوي في تنظيف البيت، في ان البيت يفضل نظيف على طول. فان شاء الله باذن الله وانا بنضف كده هوريكم برضو. انا لسه ما فرشتش اي حاجه، انا لسه السجاد وديته المغسله. لان انا في سجاد تقيل ما بقدرش ان انا اغسله، وكمان المكان بيحكم اني ما عنديش مكان واسع قوي اني اغسل فيه السجاد. ممكن انا كنت بغسل اول ما جيت الشقه هنا في الصاله، بشيل السفره خالص والصاله بتبقى واسعه جدا، تاخد السجاد حتى اكبر سجاده تاخدها، بس بتغرق بقى الدنيا. لغاية ما اغسل السجاد بلاقي النيش تحتي مية، والمكتبة والدنيا كلها الميل كده ايه، المطبخ كمان دخل فيه مية، والحمام وكل الاوض كمان المية بتبقى ماشية في الطرقة كده لغاية الاوض. فقلت طب وعلى ايه؟ فبودي المغسلة جنبي هنا بتغسل لي كل حاجة. خلصت بقى المواعين بتاعتي ونضفت الحوض زي الفل كده، وبدأت عندي الفوط دي برضو. الفوط دي كل يوم كده باخدها اغسلها، ما اخليش الفوط دي ما تخلوهاش يبقى فيها اي، بتبقى فيها ريحة اكل. لو سيبتوها كده على الحوض ان احنا بنمسح بيها الحوض، بعد كده ممكن تلزق وتبقى وحشة. فلا، اغسلوها اول باول، مش هتاخد منكم حاجة، هتبقى نظيفة على طول. مجرد ما تنشف بقى هتلاقوها زي الفل كده، وهتبقى حلوة قوي. خلصنا كده مسح، وخلصنا غسيل، خلصنا كمان فطار، خلصنا تنظيف المطبخ. يبقى عندنا كمان ايه؟ نعمل بقى الغدا بتاعنا. انا بوريكم بقى المطبخ اهوت خليته زي الفل قبل ما اعمل الغدا. بعد الغدا بقى شطبت الحوض بس، ومسحت البوتاجاز. كان المطبخ عندي زي الفل، كنسته وبقى عندي زي الفل. عندي هنا ده برجر كنت مفرزاه في الفريزر، فقلت بقى النهارده ايه، اعمل اكل على ذوق الولاد. الاولاد كانوا طالبين مني اكل برجر وكلام من ده، فقلت خلاص النهارده بقى. طلعته من التلاجة وانا بنضف علشان هو كان متلج. فانا ما كانش عندي مخلل بقى، فقلت اعمل ايه، مخلل سريع كده، مخلل خيار سريع. اعملوه جميل جدا بالطريقة دي هتعجبكم قوي. طبعا لو تاني يوم كمان بيبقى روعة. يعني انا عملت المخلل ده النهارده، وبعدين اكلت منه، والله اكلت منه ساعة الاكل، ساعة ما عملت البرجر. بس بقى لما استنى لتاني يوم كان بيقرمش، وتالت يوم اللي اتبقى معايا والرابع يوم كان مقرمش وكان حلو قوي. كل ما بيقعد كل ما بيبقى مقرمش وطعمه خطير. مش اول مرة اعملها، لما بيكونش عندي مخلل بعمله بقى قبليها بفترة. بس النهارده بقى كنت مستعجلة، قطعت كمان فلفل، بس الفلفل ده كان بارد. يا سلام لو كان حامي كده بقى، ولا الهاليبينو، الفلفل اللي بيبقى تخين ده اللي بيتعمل منه الهاليبينو، بتبقى روعة روعة روعة. قطعت الخيار زي ما انتوا شايفين، قطعت كمان عليه الفلفل او الشطة، قطعت 3 فصوص من الثوم لان الثوم بيدي للخيار طعم رهيب. معلقة كبيرة سكر علشان يفضل مقرمش. حطيت بقى معلقتين من الملح. انا حطيت في الاول معلقة، وبعد كده لما قلبته لقيته ان هو عادي، حطيت كمان معلقتين كبار من الخل. كانش عندي خل عادي، حطيت خل تفاح، ممكن تحطوا خل تفاح خل عادي براحتكم. فانا ما كانش عندي دقت كده، لما قلبته ودقته لقيت ان هو عايز
عادب. فقلت لا، حطيت معلقه كمان مليانه من الملح. فانتوا دوقوا، شوفوا الحدوقيه اللي انتوا عايزينها، بس ما تخلوهوش حادق قوي. فشوفوه، لان هو هيشرب على طول، الخيار عامل زي السفنج كده، هيشرب من الملح على طول. فكان بصراحة والله جميل جدا. انا حطيته بقى على جنب كده لغاية ما اعمل الغدا بتاعنا. انا بص، انا سبته لغاية ما خلصت الغدا، يعني ما هو ساعة واكلت منه. لكن لما استنى كان رهيب. قطعت بقى خيار، قطعت كمان طماطم، زي بصي اللي انتوا بتحبوه بقى. ما كانش عندي خاص بصراحة كابوتشا وما نزلتش السوق. فقلت لا، يعني هي هتقف على الكابوتشا، انا هعمل باللي موجود عندي. ما تصعبوش على نفسكم حاجة يا جماعة، اي حاجة موجودة في البيت. مش لازم زي ما الكتاب قال، لا، اللي موجود عندنا هنعمله، هنعمل اكل هيبسطنا ويبسط ولادنا وهيبقى تمام قوي. قطعت كمان هنا بصلايه، انا بحب بصراحه احط فيه بصل، بس الاولاد ما بيحبوش، فحطيت بصلايه واحده. وهوريكم قطعتها هعمل بيها ايه. جيت كمان هنا بقى البطاطس، قلت بقى اعمل لهم ايه بطاطس واعمل لهم الوجبه كلها. كان عندي الكاتشب، لكن جبنه ما كانش عندي برضو جبنه. مش هنقف على اي حاجه، احنا اتفقنا مش هقف على اي حاجه. اللي موجود هيسد، اللي مش موجود خلاص. يعني هو البرجر ما كانش بالجبنه، خلاص مش هنعرف ناكل برجر، لا، نعمله ويبقى زي الفل وهيعجب الاولاد والله، وعجبهم جدا جدا. طبعا انا هبقى اعمل معاكم البرجر مره، لو عايزين طريقته هبقى اعمل معاكم البرجر مره. وان شاء الله نعمل برضو شويه حاجات نفرزها، لان الحاجات دي اللي بتنفعني قوي. لما بعمل كفته واحطها في الفريزر، اعمل ناجتس، اعمل ستريبس، اجيب الصدور واعملها، ابقى اعمل الحاجات دي كلها واخزنها على بس التسويه. دي بتنفعني جدا جدا، وبالذات على ايام المدارس. خلاص احنا في اول الشهر، وباذن الله هعمل لكم شويه حاجات من دي الفتره الجايه برضو، علشان ايه؟ نخزنها مع بعض طول الشهر بنسحب منها. فخلاص ولادنا بيحبوا الحاجات دي واحنا ماشيين وراهم. فهعملها معاكم، هتبقى اوفر وانضف بكتير من اللي احنا بنجيبها من بره. قطعت برضو البطاطس كده، قطعتها علشان تبقى رفيع كده وطويلة زي ما بنجيبها من بره. حمرت بقى الهمبرجر، وحطيت كمان البطاطس قدامي كده على الطاسة علشان يتحمروا. خلاص بقى الولاد كانوا جم من الدروس. انا بص، انا بعمل اكلي خلاص، يبقى المعادي الدروس خلصوا، يبقى الاكل بتاعي جاهز. اللي بيجي من بره اللي بيخلص وبياخد في البيت، يبقى انا خلاص خلصت كده. اكلي يبقى سخن، يجوا على طول ناكله كده سخن. فحطيت وفرحوا جدا. هم كانوا قايلين لي من زمان اعمل لهم همبرجر، وانا كنت مكسله. فايه فرحوا جدا ان انا عملت لهم بقى النهارده سندوتشات الهمبرجر دي. كنت نزلت جبت العيش الفينو، وجبت العيش الكايزر معاه، وما قلت لهمش. قلت بقى اعمل لهم مفاجاه. هنا بقى البصله اللي انا كنت بقول لكم عليها ان انا حطاها على جنب، مخرطاها وحطاها على جنب، حطيتها بقى تدبل معايا كده. لان انا ما عوزتش احطها نيه علشان ما تتعبش اولا معدتي، كمان يبقى فيها ريحه البصل كده بقى، بتبقى حلوه قوي، شاربه كده من الدهون اللي بتبقى في الهمبرجر. وكمان دبلانه كده بتجرش، بس ايه، طعمها حلو، مش ريحه فيها ايه، حده البصل اللي توجع المعده. فدي انا عاملاها ليا انا بس، انا محدش من الاولاد بيحب البصل. كنت جايبه بقى العيش الكايزر زي ما انتم شايفينه كده، وبدات ان انا ايه، افتحه بالمقص. انا ما بحبش اقطعهم اتنين كده، لا، انا بحب افتح واسيب جنب بس يقفل عليهم. هبدأ بقى احشي الهمبرجر. طبعا انت لو جايبه كابوتشا هتحطي كابوتشا الاول، وبعد كده بعد الكاتشب هتحطي مثلا في خلطه بقى، يعني ساعات بعملها مع الكاتشب مايونيز، بتبقى طعمها برضو رهيب جدا. فلو عندك كده برضو اعمليها. حطي بقى اللي موجود عندك، يعني الاكل ده ذوق، وانت شوفي ذوقك ايه اللي بتحبيه وحطيه. مش لازم نقلد زي بره بالظبط، او لازم نعمل زي ما بره بيعمل، لا، كل واحد بذوقه. شوفي اولادك بيحبوا ايه، اكتر حاجه بيحبوها، اكتر حاجه بتعمليها فحطيها. انا من الناس مثلا اللي ما بحبش الكاتشب كتير، او ساعات ما بحطش كاتشب خالص. يعني حتى في السندوتشات بتاعتي هتلاقوني شايفين ملحسه بس كده ايه، كاتشب وخلاص، وحاطه بقى البصل بتاعي وكده. اللي انت بتحبيه اعمليه، مش علشان زي الحاجه ما هي معموله بره بالظبط نعمل، لا. انا مش بتاعت كده عامه يعني، وده مريحني جدا في حكايه ان انا اعمل الاكله. فجبت كمان واحده هنا علشان ايه، الطبق ما كفاش، وبعد كده عملت واحده كمان وحطيتها معاها، بس ما بانتش في الفيديو. جبت البطاطس بقى وزعتها زي ما انتم شايفين كده. والطبق ده بوريكم، شايفين الجمال، شايفين ولا اكل بره؟ يعني انا لو جبت دولت من بره هيكلفوني قد ايه؟ هيكلفوني كتير جدا. لا، ممكن بنص كيلو لحمه نعمل الوليمه دي ونفرح اولادنا.
خلاص كده دي اخر حاجة بقى انا عملتها في الفيديو بتاعنا. خلص كده الفيديو، يا رب يا رب يعجبكم، وما تنسوش بقى اللايك والشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. والسلام عليكم في فيديو جاي.